فوائد التمر 7. يعتبر التمر من أكثر الأغذية التي يستهلكها المغاربة خلال شهر رمضان المبارك، فهو مصدر للعديد من العناصر الغذائية المفيدة، ومذاقه الحلو يعجب الجميع. هناك ما يقارب 300 نوع من التمور، كلها ذات قوام وأذواق مختلفة، ويبقى العامل المشترك بينها هي الفوائد السبع التالية. أولاً، التمر غني بالكربوهيدرات. يحتوي التمر على عدة أنواع من الكربوهيدرات: الديكستروز، الفركتوز، السكروز، وهي مصدر مهم جدا لطاقة الجسم، خاصة بعد يوم من الصيام. إن تناول التمر عند الإفطار يمد الجسم بالسكريات السريعة التي تعيد طاقته وحيويته. ثانياً، التمر مزيج من المعادن. يحتوي التمر على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، وهو بذلك مزيج حقيقي من الفوائد الصحية. تمد المعادن الموجودة في التمر خلايا الجسم بالماء، وتساعد على تقليل التعب والتمثيل الغذائي الجيد للكربوهيدرات والبروتينات، كما تساعد الجهاز العصبي والعضلي على البقاء بصحة جيدة. ثالثاً، يساعد التمر في تقليل مخاطر ضغط الدم والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى غناه بالمعادن، يحتوي التمر على العديد من الأحماض الأمينية: الجلايسين، الأرجينين، الفلين، إلخ. تساعد الأحماض الأمينية ومكونات التمر الأخرى في تخفيض ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتقليل بعض آلام المفاصل. رابعاً، التمر مصدر لمضادات الأكسدة. تحمي مضادات الأكسدة الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، فهي تحارب تراكم وأكسدة الدهون في الجسم، مما يساعد في تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم. تلعب مضادات الأكسدة دورا مهما في منع شيخوخة الخلايا ومخاطر الإصابة بالسرطان. خامسا، التمر غني بالألياف. استهلاك الألياف مهم جدا، وخاصة خلال شهر رمضان. تساعد الألياف على الهضم الجيد وتسهيل العبور المعوي ومنع الإمساك، كما أنها تساعد في تقليل امتصاص الدهون والكوليسترول الضار. للألياف دور في تنظيم نسبة السكر في الدم، غير أنه يجب على مرضى السكري تناولها باعتدال وحذر بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكريات السريعة. سادساً، التمر مركب فيتامينات. يحتوي التمر على الفيتامينات سي، إي، B2، B3، B5، كي. هذه الفيتامينات لها تأثير إيجابي على أداء الدماغ، خاصة فيتامين B6، وتساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. فيتامين كي ضروري لتخثر الدم، وفيتامين B3 مفيد للبشرة ويساعد في تحويل الأغذية إلى طاقة للجسم. سابعاً، التمر ضد فقر الدم. التمر غذاء مهم للأشخاص المصابين بفقر الدم. استهلاك 100 غرام من التمر يمد الجسم ب1 من الحاجيات اليومية من الحديد. يساهم هذا العنصر المعدني في تكوين خلايا الدم الحمراء ومد خلايا الجسم بالأكسجين. بالإضافة إلى كل الفوائد المذكورة سابقا، يساعد التمر على تقوية جهاز المناعة وتقليل التعب بعد يوم من الصيام، نظرا لجميع العناصر الغذائية التي يتكون منها. وبذلك فإن التمر غذاء صحي وعنصر غذائي أساسي خلال شهر رمضان. شكرا لكي على مشاهدة هذا مقطع. لا تنسي ضغط على لايك واشتراك قناة محمد معلومتي، وشاركي هذا مقطع استفد غيرك، وشكرا.